نجيب شويه جبنه رومي كده. دي تقدري احنا هنعمل طبق بالجبنه الرومي عشان نقدم فيه سلطه. اهم نقطتين احب اقولك عليهم ان احنا نقدر نعمل منها طبق كبير للسلطه، وممكن نعمل منها كبس صغيره كده نحط فيها لكل واحد السلطه بتاعته لو انت عايزه تعملي كده. دي نقطه. النقطه التانية حضرتك ان احنا اما نيجي نعملها عند التقديم نحط السلطه. يعني ايه؟ يعني انت اي نوع سلطه انت بتعمليه بيبقى في دريسنج. الدريسنج ده سوائل. السوائل دي هتخلي الجبنه الرومي تبوش وتبوظ والمنظر مش هيبقى لطيف. فتجنبا لكده احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل الكب الصغير ده وبنجهزه للتقديم. خلاص انتي فرشتي السفره ورصيتي حاجتك كلها، نغرف بقى السلطه في طبق الجبنه الرومي دي ونقدمها عشان ما تبوش مننا كده، ما نسيبش فيها السلطه فتره، لا. دي نقطه. النقطه التانية لما نيجي نستعمل جبنه رومي من فضلك ما ينفعش المبشوره شرايط طويله، عشان حتى لما بتدوب بتفضل شرايط شكلها مش لطيف. انا عايزاها مكعبات صغيره زي ما بنعمل الثوم والبصل والحاجات الصغيره المفرومه دي، انا عايزاها مفرومه في الكبه كده. فايه اعمليها زي ما بقولك. هنعمل ايه بقى بمنتهى البساطه؟ طاسه حجمها صغير زي ما انتوا شايفين عشان الكب الواحد، او نجيب طاسه كبيره لو احنا هنعمل طبق كبير. وانا افضل ان احنا اول مره نعملها كبات صغيره عشان اقدر اتحكم فيها. خلاص. يا اما مثلا لو ما عنديش طاسه حجم صغير هجيب طاسه حجم كبير، واجيب اي قطاعه من القطاعات احطها في النص عشان احط فيها الجبنه الرومي ويطلع شكل الدايره منتظم، وبعدين اشيل الكب من عليها واعملها على النار. طبعا انا هعملها لان الجبنه هتسيح بسرعه، فانا هوريكم الطبقه قد ايه. دي ايه من الحاجات الحلوه في الديكوريشن كده على السفره عشان يبقى شكلنا لطيف واحنا بنقدم الحاجه، لازم نبقى مختلفين. خلاص. نخلي الطبقه مش سميكه قوي عشان ما تبقاش ناشفه لما يجي ياكل ونكسر وكده، برضو مش لطيف يعني، وبرضو ما تبقاش رفيعه قوي. عملت طبقه متوسطه. خلاص اهي. طب نحط الطاسه على النار. هنحطها قد ايه؟ ثواني. هنحطها ثواني. انا عايزه الجبنه تسيح بسيط مش تتحمر عشان مش هتتنى معايا لما اجي اتنيها. تسيح بسيط. ميرسي 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 يا ازيز حبيبتي حبيبتي. ممكن نخلي النار متوسطه عشان نتحكم فيها. انا عايزه الجبنه تدوب عشان تمسك في بعضها، مش عايزاها تتحمر. الناس اللي بتحب الحاجه محمره من فضلكم اركنوا على جنب شويه، مش هينفع. نجيب الكوبايه اللطيفه بتاعتنا دي اهي، كوبايه قعرها صغير وهي مفلطحه شويه علشان يبقى الطبق مفتوح وشكله حلو. طبعا نقدر نستخدم اي كوبايه، حتى الكوبايات بتاعت البريزيدان الصغيره دي نقدر نستخدمها، اي كوبايه عندك، بس انا عايزاها تبقى مفلطحه عشان اقدر احط فيها كميه سلطه كويسه. فاحنا هنقلب دي وهنشتغل على ظهرها. تمام. تقدري تستخدمي اي حاجه، مش محتاجين نحط كيس، مش محتاجين ندهنها اي ماده دهنيه. ليه؟ علشان الجبنه الرومي والشيدر فيهم نسبه دهون عاليه، فهي كده كده مش هتمسك في حاجه، لا تقلقي. تمام. انا بعد الكوبايه اهو عشان تشوفي انا هعمل ايه. بالسباتشولا كده هنشيلها وهي طريه، هنقلبها ونمسكها ثواني، هي بتجمد بسرعه جدا. طبعا مش عايزه الفت نظر حضرتك ان لازم تكون الطاسه مانعه للصق، يعني طاسه تيفال سيراميك اي حاجه، ومتهيألي كل البيت خلاص بقى فيها كده عشان الجبنه الرومي تطلع منها. شايفين؟ ما عطتهاش لون، انا سيحتها. الحروف بعمل كده عشان تطلع معايا. هستنى عليها دقيقه واحده، لان لو هي سخنه قوي كده قلبتها هتنزل. فهي بتجمد على مرحلتين. المرحله الاولانيه بديها نفسها ثواني بس تهدى معايا، وبعد ما تهدى معايا هقلبها. خلاص اهي. هصبر عليها بس ثانيه واحده. بصي هي بدات تطلع اهي. بصي انا عملت ايه بسرعه. انا حطيت الجبنه الرومي عليها، مسكتها زي ما انت شفتيها، لما لقيتها طالعه معايا قطعه واحده
مسكتها قلبتها على الكوبايه. معلومه اخيره وما تعتبرنيش رغايه معلش، لو هنعمل قالب واحد بس كبير في طاسه كبيره زي ما احنا قايلين عشان يبقى طبق كبير، حاولي الحاجه اللي تستخدميها للطبق ما يبقاش القاع بتاعها عريض. يعني لو تاخدي بالك من الكوبايه القعر بتاعها قليل وطالعه على مفتوح، فبيبقى الشكل لطيف لما تتقلب. دلوقتي هتشوفيها. فالحاجه الكبيره اللي هتعملي فيها حاولي تكون نفس الشيء. وطبعا مش لازم كوبايه ازاز، يعني لو عندك القالب الورده الكبير بتاع الكيك ده حلو جدا، بيبقى قعره صغير وطالع على مفتوح، نفس الفكره دي. عشان لما يبقى عريض هياخد مساحه في القعر، والاجزاء اللي نازله دي مش هتبقى طويله كده، هتبقى قصيره وشكله مش لطيف. حاولي زي ما قلت لك تبقى الحاجه ارتفاعها عالي، قاعدتها قليله، وطالعه على مفتوح، هتديكي نتيجه حلوه جدا. اهي شايفين، انا والله انا اللي مستعجله، بس هي خلصت اهي. اهي كوبايه اهي تمام، نقدر نقدم فيها سلطه زي ما احنا عايزين.